السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة مع بعض ان شاء الله عايزين نعمل مع بعض الفسيخ او نخلي السمك البوري اللي باذن الله هناكله ان شاء الله بعد شهر رمضان. دوت هيقعد معانا، هيتخلي لمدة شهرين. مش هنخليله التخليل السريع اللي هو بيقعد 10 ايام او 15 يوم ونفتح عليه. احنا نبدأ نخلله بطريقة امهاتنا واجدادنا، وهنخلله بالطريقة اللي هي القديمة بتاعت زمان، زي ما كنا بنسيبه بيفضل يتخلل بالشهرين وبالتلاتة وما بيجرلوش اي حاجة خالص، وبناكله بقى جميل جدا وبقى عامل زي الزبدة. فاحنا هنعمل ايه؟ هنبدأ نجيب البوري بتاعنا اللي احنا عايزينه وبنختاره. بنبدأ ننقي السمك البوري بتاعنا الكويس الطازة اللي بننقيه بالواحدة. زي ما انتوا شايفين كده انا جايبة دولت اللي قدامنا 2 كيلو ونص بوري. وطبعا السمك دلوقتي بقى غالي جدا، فحلو قوي احنا دولت حوالي 2 كيلو ونص. بنجيبهم وبنغسلهم بالشكل دوت تحت ميه جاريه. بغسل خيشوم كويس قوي قوي وبسيبه تحت ميه كتير، بسيبه ينزل اي حاجه في الخيشوم. وبعد كده بجيبه وبحطه في مصفى زي ما انتوا شايفين كده، وبسيبه حوالي 12 ساعه. بسيبه، انا طبعا غسلته بالليل وسبته طول الليل في المصفى، وبحط تحت المصفى زي صينيه كده. ومفيش اي مشكله ان انا اسيبه طول الليل في المطبخ يتهوى، مش هيبوظ ولا هيعفن ولا هيجراله اي حاجه خالص. بالعكس، هو بسيبه لانه لازم يبقى السمكه من بره ناشفه والخيشوم بتاعها ما فيهوش اي ميه، علشان السمك يطلع كويس ويطلع متخلل بطريقه كويسه ويبقى كويس، ما يبقاش معفن، او يبقى يعني ما يعفنش مني او يبوظ مني او يبقى طعمه وحش. لازم يبقى السمكيه من بره تبقى ناشفه. فهنا عندي ببدأ اجيب حاجات بسيطة جدا موجودة في كل بيت: ملح، شطة، وانا بضيف بس حبة البركة. ولو انتي مش عندك، مش عايزة تضيفيها، ما تضيفهاش، مش مشكلة. هو الاساس عندي الشطة والملح بس، اكتر من كده مفيش. بس وعايزة تحطي كركم ممكن تضيفي حبة البركة، ممكن تضيفي كمون، ممكن تضيفي فلفل اسود، بس هو الاساس عندي الملح والشطة. طبعا انا سبته طول الليل، حطيته في المصفى زي ما انتم شايفين كده. بصوا السمكه لو هتلاحظوا ان هي نشفت من بره، لقيتها ناشفه معلهاش اي ميه خالص. لما بمسك السمكه كده من بره وانا بص بحطها زي بنفس الوضع كده، ان هي بتبقى نازله من، يعني نازله كده، ان هي الراس بتاعتها تحت والديل بتاعها فوق، علشان تنزل اي سوائل فيها موجوده في الراس من فوق. وبتبقى بصوا السمكه ناشفه ازاي من بره، هي متبقاش يعني مش بتبوظ ولا اي حاجه، مش بيجرى لها اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده بتبقى السمكه ناشفه. برضو بمسك منديل وبمسك الخيشوم بنضفه كويس قوي وبمسحه بالمنديل كويس، برضو بيطلع معايا سوائل. لازم اخلي الخيشوم دوت ناشف جدا، مفهوش اي حاجه خالص، وبنشفه كويس قوي. وهنا بظبط، بخلي نسبه الملح اكتر من نسبه الشطه، او ممكن اخلي النسبه متساويه. تمام. وهنا ببدأ املأ الخيشوم كويس قوي ملح من الناحيتين. بعد ما كنا نشفته كويس بالمناديل بملك فيه ملح كويس. ما تقلقيش من الملح، الملح عمره مش هيعمل فيه اي حاجه، بالعكس الملح ماده حافظه، بيخلي هنا السمكه كويسه جدا، ما فيهاش اي حاجه. بس هي الكاميرا بتاعتي هي اللي ظالمه السمك، هو ما فيهوش اي حاجه خالص. هنا ببدأ اهو املى الخيشوم كويس حلو قوي بالملح، لحد ما بخلص الكمية بتاعتي اللي عندي كلها. بحطه برصه جنب بعضه كله. كل سمكة لازم امسحها من بره كويس وامسحها من الخيشوم كويس. هي عامة بره ما بيبقاش فيها اي حاجة خالص، بس اهم حاجة ان انا بمسحها كويس من جوه، ما بخليش فيها اي سوائل خالص. تتملي بالملح كويس، وبدخل فيها الملح كويس عشان تتملي كويس، مش بحط فيها ملح من بره كده وخلاص. وباجي هنا عندي بقى، انا في ناس بتبدا، وانا قبل كده خللته ان انا حطيته في اكياس وبقيت الف اكياس كتير قوي واسترتش والف عليه سولوتيب وكده. فانا المره دي هخلله بالطريقه بتاعت امهاتنا زمان لما كانوا بيخللوه، ان هو بنخلله في برطمان. فانا دوت الملح والشطه اللي اتبقت، فانا زودت عليها ملح تاني وجبت برطمان بلاستيك
وعملت ايه، حطيت فيه كيس مشمع، كيس اهوت، كيس بلاستيك، وبحط في القعر بتاع الكيس، بحط فيه ملح، وبحط فيه السمك. بحط هما دولت 6 سمكات، بحط اول 3 بحطهم جنب بعض، بزنقهم كده، بيبقوا مزنقين جنب بعض، ما بخليش فراغ ما بينهم، بيبقوا جنب بعض على قد ما بيبقوا يعني بخليهم مزنوقين جنب بعض كده، ما بخليش فراغات ما بينهم، وبحط عليهم ملح من فوق، وبرجع ارص طبقة الملح ده، احط طبقة الملح وبرص الطبقة اللي بعديها على حسب بقى الكمية والعدد اللي عندك. خلاص بعد ما بخلص الكمية والعدد اللي عندي، بمسك الكيس، بطلع الهواء اللي جواه، بلف الكيس كويس قوي عشان اطلع الهواء، افرغ الهواء اللي موجود جوه الكيس، وبلف الكيس وبحطه تحت السمك من تحت في نفس البرطمان. طبعا انا جيت هنا ادخل قالب طوب، لازم بحط اي حاجه تقيله عليه من فوق، طبعا القالب ما ينفعش ان انا احطه، فبروح مكسراه وما بحطوش زي ما هو كده بنفس شكله، لان السمك لما بيقرب يستوي بينزل ميه، علشان طبعا الطوب ما يبقاش عايم في قلب الميه بتاعت السمك، بربطه في كيس وبحطه ان انا بتقل بيه فوق السمك البوري لحد ما بيستوي، وبسيبه بقى، بسيبه فترة شهر 2، ما بيجرلوش اي حاجة ابدا. او بدخله في البرطمان، بدخل الطوب في البرطمان وبدوس عليه كده، بخليه بس زي تقل فوق السمك او كده، وباجي فوقيه وبحط كمان كيس بلاستيك علشان اكتم السمك ما يبقاش داخله هوا نهائي، لان طبعا انتوا عارفين لو السمك دخله هوا او فتحت عليه قبل وقته، طبعا السمك بينشف وبيبوظ وممكن بيدود مني. فانا بدخل كيس تاني بلاستيك ان انا بعزله عن الهوا تماما، ان ما يخشش عند السمك اللي انا بخلله هوا خالص، وبروح حاطه عليه كيس وبروح حاطه عليه الغطا. وبعدين انا هنا عندي علشان الغطا مش محكم قوي، انا هنا هعمل حاجه ان انا همسك الف سولوتيب او بلزق الغطا نفسه علشان ما يبقاش فيه اي هوا يخش للغطا. طبعا احنا اتفقنا ان انا مش هفتح على السمك ده الا ان شاء الله بعد قرب اخر شهر رمضان باذن الله، ان شاء الله برضو هنفتحه مع بعض باذن الله، وهنشوف النتيجه ان شاء الله مع بعض. هنا بقى كملنا بقيت يومنا، عملنا شويه هريسه كده عشان نخلي بيهم البتنجان. فهنا طبعا كلنا عارفين يعني هو توم وفلفل احمر، ضربناهم مع بعض، وبعد ما بضربهم مع بعض انا ما بحطش عليهم ملح او اي توابل، انا بضربهم مع بعض كده في الكبه، وبعدين بحطهم في برطمان وبحط على وشهم زيت. اما باجي بقى بطلعهم للاستعمال، بحط بقى الملح والفلفل والكمون والليمون واي توابل انت عايزه تحطيها بتحطيها. طبعا احنا كلنا شاطرين وعارفين ان احنا نعمل هريسه ازاي، بس دوت للبنات المبتدئه اللي هي عايزه تتعلم انها تخلي البتنجان ازاي، تعمل هريسه ازاي. مش شرط ان احنا كلنا، يعني احنا كلنا نتعلم من بعض، مش شرط ان انت ما تكونيش عارفه ان انا بعلمك الحاجه دي، انت ممكن تبقي عارفاها وفي غيرك ما يعرفهاش، في بنات صغيره ما تعرفش الحاجات ديت، ومن ضمنهم ولادي ما بيعرفوش الحاجات دي. فالحاجات الصغيره دي بيتعلموها من فيديو صغير زي دوت. ارجو ان الفيديو يكون عجبكم، واذا عجبكم ان شاء الله تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي وتكتبوا لي كومنت، واحب اعرف رايكم في الفيديوهات اللي انا بعملها. كل سنه وحضراتكم طيبين. وعايزه اقول لكم قبل ما انسى ان احنا لما بنعمل الهريسه ديت اي كميه بنعملها ان احنا لازم نحط على وشها زيت، ومش لازم نحط عليها اي توابل ولا اي ملح ولا اي حاجه خالص، بنحط بس على وشها زيت عشان بس نحفظها، وبنحطها في التلاجة. ولما باجي اطلعها بحط عليها اي توابل انا عايزاها، بحط عليها ليمون، بحط عليها خل، بحط عليها كمون، فلفل، اي توابل انا عايزه احطها بحطها عليها بعد ما بطلعها. يعني انا ما بحبش احط عليها اي توابل قبل ما احطها في التلاجة، بحط عليها التوابل بعد ما بطلعها، بس هو اللي بحطه عليها بس زيت. والهريسه دي او الفلفل ده لما بطحنه بحب ممكن احطه على المحشي،
ممكن احطه جنب الاكل وبتبله كويس وبحطه جنب الاكل، بيبقى فاتح للشهية وبيبقى كويس جدا وبيبقى بيدي مذاق للاكل واحنا بناكله، وليه فايدة حلوة يعني. اصلا الفلفل عامة بيبقى مفيد جدا، ان هو بيفرز في الجسم المادة اللي هي بتقاوم الامراض، فهو مفيد جدا للجسم. واتمنى ان انا اكون افدتكم حتى لو بمعلومة بسيطة، واترككم في رعاية الله.